السلام عليكم. الفيديو بتاع النهاردة هقول لك على السيليكون ابو 130 جنيه بديل للربر. طبعا ناس كتيرة جدا سألتني عليه ايه اخباره، نشف حلو ولا وحش؟ لا بص، هو السيليكون فيه مشكلة. هو السيليكون رخيص وكل حاجة بس بيلبك، فانا حطيت له بودرة عشان يبطل لبيك. بيعض في الحاجة، بيمسك. يعني انت لما تعمل بيه اسطمبة اي شكل اي حاجة بيعض، بتطلعه بالعافية. تاني حاجة بينشف في يوم كامل، يعني 24 ساعة. طبعا لسه هو ملبك اهو. فالسيليكون يعتبر عايز تعديل كتير جدا، وان شاء الله ان شاء الله هقول لهم ان السيليكون عايز تعديل، عايز لسه شغل كتير جدا علشان يبقى احسن من الربر او زي الربر الصيني. يبقى مية مية. يعني لو هو بيجي زي الربر الصيني يبقى مية مية، لو بيجي احسن يبقى مية مية برضه. فاهي ان شاء الله. يعني انا قلت لهم ان السيليكون فيه عيوب كتيرة جدا، فهم قالوا لي ان شاء الله هنصلح منها. بس انا شاكك ان السيليكون ده سيليكون اساسه كله بيضة. يعني ايه كله بيضة؟ انا معرفش، بس انا حاسس ان كله بيضة. فانا هعمل تجربة برضو، لو طلع كله بيضة هطلع واقولكم تعملوه ازاي. بس لو كل بيضة هيطلع أكتر من 130 جنيه، لأن كيلو الكلة في حركة 160 جنيه ومصلب. فأنا مش عارف ده كل بيضة ولا إيه، بس هو في مشاكل كتيرة جدا، إنه بيعض زي الكلة بالظبط. طبعا ما بينشفش في ساعة أو ساعتين، لأ بينشف في 24 ساعة. فإن شاء الله هوصل لنتيجة، أو هما يبعتولي نوع أحسن من ده أو يحسنوه، وإن شاء الله أطلع أقولهولكم لما يبعتوا العينة التانية. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يجيلك كل جديد.